النهارده فلوج غريب شويه. مش هخرج بقى والف في الشارع واقول عملت ايه في يومي، لا هو فلوج ليه هدف معين كده. استاذ عايز قصدي اسلام جاي يكلمنا، استضافته بكوبايه سحله بهيت مستورده من مصر وشقيت عبال ما عملتها. صراحة حلوة. بس بصراحه الموضوع بتاع النهارده يعني يستاهل ان انا اضحي واعمل لاسلام سحله. صراحة السحلب حلو عشان ما يدبش على الناس، يعني ما يدبش عليك. حلو السحلب. مظبوط صح؟ لا جميل. طب احنا النهارده عايزين نتكلم في ايه بقى؟ اتفضل قول. عايزين نتكلم في الموكس. الموكس. عايز بس ادي مقدمه كده للموضوع الموكس ده. هو اولا ناس كتير عايزه تسافر وعايزه تهج وعشان تدرس، خلينا في الناس اللي هي ايه عايزه تدرس، بس عايزه تدرس بجد، يعني هي عايزه تهج علشان عايزه تدرس، مش عايزه تهج وخلاص. وفي منهم برضو كتير بسبب الاحوال الاقتصاديه المكسحه مش عارفين يعملوا مصاريف السفر، فلقينا حل بسيط كل الناس بتعمله دلوقتي اللي هو موضوع الموكس. انا ما اقدرش اتكلم في الموكس قد ما الخبير الاستراتيجي اللي قاعد جنبي ده يقدر يتكلم، فهو ممكن يكلمكم يعني ايه موكس. اتفضل استاذ اسلام. شكرا جزيلا على المقدمة الحلوة دي، وانا مش عارف اقول لحضرتك إيه يعني. اعزائي الاول نبتدي ايه هو معنى قرب كده عشان الناس تسمعك. اوكي. الاول نبتدي بايه معنى كلمة موكس. الموكس اختصار لماسيف اوبن اونلاين كورسز. تاني كده تاني عشان انا ما سمعتش تاني. موك هي كلمة واحدة عشان انا ما بفهمش. اوكي. كلمة مكونة من 4 حروف MOOC، اختصار ل Massive Open Online Courses. ايوه كده انا فهمت. تمام. اول لما طلعت خالص طلعت على هيئة خان اكاديمي، ده كان في سنة 2010. له قصة طبعا طويلة ان هو بيشرح فيها سلمان خان ذات نفسه ازاي خان اكاديمي انشأها، ولكن ممكن تعرفوه على النت. فكرة الموكس بتعتمد على ان انت بتاخد كورس من جامعة برا اونلاين، زي ما الكورس ده بيعطى في الجامعة دي، يعني زي ما البروفيسور المنهج بيديه بيشرحه ازاي، بيدي عليه امتحانات ازاي، بيدي اسئلة ازاي الطلبة بتتناقش وسط الكورس، كله بيتنقل لك ولكن اونلاين. ودي طبعا ميزة رهيبة، لان زمان، يعني مش هنقول زمان ده بعيد قوي، من 10 سنين بالظبط عشان تعمل حاجة زي دي كنت لازم تسافر وتدفع فلوس وتستلف بقى وما أدراك ما السفر. ولكن حاليا كل اللي هتعمله ان انت هتدخل على موقع الكورس ده، تسجل في الكورس وتبتدي الكورس وتشارك الطلبة وتشارك البروفيسور. والكورسات دي طبعا في منها اللي بشهادة، هو كله له شهادة، ولكن انت ممكن ما تاخدش الشهادة وتاخد الكورس ببلاش، او تختار انك تاخد شهادة وتاخد الكورس بفلوس. طب هي فلوس ايه؟ شوية فلوس يعني ولا ايه ظروف؟ لا في الغالب بيكون من 40 ل 60 يورو. كتير في ظل ارتفاع سعر اليورو، كتير في ظل ارتفاع سعر اليورو فهم كتير بالنسبة هل لنا. الشهادة دي ما هي عالية كتير اهي، هل الشهادة دي هتفرق وجايبة تمنها انك تدفع وتعملها؟ مبدئيا اصلا كورسيرا كان عمل فترة كده ومش عارف لسه الخاصية دي الناس مش فاهمة يعني ايه كورسيرا. ايه كورسيرا ده؟ ده اول شركة قامت بانها تمشي على نهج خان اكاديمي زي ما بيقولوا. يعني هي رقم 2 في موضوع الموكس بالظبط. وهي تعتبر رقم 1 في التعليم الجامعي. ما هو الفرق بين خان اكاديمي وكورسيرا وايدكس ويودستي وكل اللي جم بعده ايه؟ ان خان اكاديمي مشى من التعليم الابتدائي من اول سنة اولى اصلا لحد ما قبل الجامعة، او كمان لحد سنة اولى في الجامعة. حاليا يعني سنة اولى يعني في الجامعة. بيأسسك بناء على التعليم الامريكي. يعني انت تخش مدرسة خان اكاديمي، تتأسس، تتخرج من خان اكاديمي، تخش على كورسيرا، وفي حاجات تانية زي كورسيرا. بالظبط. اصلا خان اكاديمي كمان بيديك لحد سنة اولى جامعة. ماشي يعني نعتبر سنة اولى جامعة دي شتودين كوليج بتاعت المانيا، سنة تحضيرية. ده بالنسبه لخان اكاديمي. خان اكاديمي ما فيهوش فلوس خالص لاي حاجه، خان اكاديمي ببلاش 100%. حتى لو بتاخد الشهاده. خان اكاديمي ما بيديش شهادات،
ما بيديش شهادات، بس بيأسسك صح للشهادات اللي المفروض هتاخدها او الكورسات اللي انت هتدخلها. بالظبط. ومش شرط ان انت تأسس لكورسات، انت بتتعلم في الحياة لأجل العلم والمعرفة وان انت تزود فكرك. ما وطبعا دي بقى حسب كل واحد ايه غايته او ايه غرضه من التعليم. في واحد عايز يتعلم عشان هو عايز يتعلم، عايز دماغه تبقى كبيرة وكويسة ويفهم حاجات تانية. وفي ناس عايز تتعلم عشان تشتغل او عايز تاخد شهادات تحطها في السي في بتاعها عشان لما تيجي تقدم على شغلانة معينة تكون احسن من واحد ما عملش الكورسات ديت. فهو على حسب بقى بيعمل القصة ديت. تمام. هنا بقى نيجي نذكر نقطة الشهادات. قبل كده سألت دكتور في أمريكا اسمه خالد الأشموني، ممكن يكون حد من اللي بيتفرج قرب متابعه. كده وكلم أستاذ دكتور خالد الأشموني. قرب عشان الناس تشوفك، الناس مش شايفاك. دكتور خالد أشموني هو عبارة عن خريج جامعة ميشيغان، خد PhD هناك، وحاليا هو بيشتغل في شركة أبل في أمريكا. إن شاء الله. فلك أن تتخيل. فسألته على موضوع الشهادات ده، وسألت برضو كذا واحد في نفس المنصب كده، يعني نفس المكانة العلمية، عشان أتأكد من الموضوع ده. فكلهم أجمعوا. ثواني بس لحظة، هم ردوا عليك؟ تخيل يا راجل. كنت ببعت للدكتور في الجامعة في مصر ما كانش بيعبرني خالص. ما هو الموضوع ده ممكن نرجع له بعدين يعني. ماشي. ولكن مهم اللي ردوا منهم، يعني مش كلهم ردوا، أجمعوا لي على نقطة إن الشهادات ليست هي ما يبحث عنه كمتقدم للوظيفة، وإنما دائما اللي بيدوروا عليه كمتقدم للوظيفة اللي أنت اتعلمته ده استفدت منه إيه. بمعنى الاونلاين كورسز كلها حاليا ماشيه على فكره بروجكت بيزد ليرنينج، ان هو بيقول لك انا بعلمك كل الحاجات اللي انت محتاجها عشان تطبقها في بروجكت في اخر الكورس، فكره المشاريع. يعني انت بتعمل مشروع في اخر الكورس بيقول ان انت فهمت بالزبط. الكورس وانتجت مشروع. يعني انت بالظبط درست وانتجت، بالظبط، مش درست وخلاص وهتنسى بقى وبتاع. بالظبط. كون ان انت تشرح لحد في الانترفيو حته انا درست كذا وطبقت عليه فكره كذا، تدل على ان انت بذلت مجهود كبير وخدت الكورس ده فعلا واتعلمت واشتغلت. وده احلى 100 مره من ان انا كنت الاقي ناس في مصر يقول لك انا مش عارف رايح مؤتمر فين ومش عارف ايه، اقول له انت رايح ليه؟ يقول لي عشان اخد شهاده. طبعا انت بتتكلم في ايه؟ مش رايح يتعلم من المؤتمر، عايز بالظبط. الشهاده بس. صاحب العمل شايف ان اللي هو معاه شهاده بس عمل مشروع وطبقه احسن بكتير من اللي هو معاه شهاده ملاش لازمه. ما بينش قدراته بالشهاده دي. بالظبط بالظبط. الشهادات مش هي دايما اللي بتبقى عليها الطلب او بيبحث وراها لما تيجي تدور على شغل، وانما اللي بيدور على شغل هو مهاراتك. ما هو في حاجه كمان، انت ممكن تكون دارس حاجه اساسيه في مجال معين، والكورسات ديت بتدي لك انهانس كده، اللي هو بتقوي القصه بتاعت اللي هو دراستك. يعني انت دارس حاجه معينه بتحوطها بشويه حاجات بتخليك في الحاجه اللي انت دارسها واخد فيها شهاده من جامعه مصريه او من جامعه اي جامعه، بتخليك تبقى ايه متميز عن زمايلك. يعني لما تيجي انت و20 واحد من زمايلك يقدموا على الشغلانه ديت ويختبروكوا كمان، انت هتأدي وهتطلع مهارات هي مش عندهم. ليه؟ لانك اتعلمت ببساطه. ده حقيقي، ده حقيقي. انا برضو يعني شخصيا فاكر ان انا في دكتور اسلام حسين بالاسم كنت كلمته على موضوع الموكس ده، وسألته مش من بره الموكس، كنت بسأله مثلا انا لو انا عايز اوصل للتعليم اللي موجود في جامعة MIT او هارفارد او كده وانا قاعد هنا في مصر ساعة لما كنت في مصر، فالمفروض اعمل ايه؟ فقال لي خد موكس على قد ما تقدر. احسن حاجه عشان تقدر توصل له. احلى حاجه. يعني انت لو انت خريج جامعه مصريه مع شويه الموكس ديت هتنافس مع الخريجين بتوع الجامعات القويه. بالظبط، ده صحيح، ده صحيح. بتوع الايفي ليج. قول بقى بالمره الايفي ليج. الايفي ليج هو عباره عن مصطلح بيضم اكبر 8 جامعات في امريكا. طبعا هم في العاده بيكونوا من افضل 10 في العالم، بس بيتنافسوا بقى مين الاول في كل مجال. يعني فاهم، كل واحد فيهم كده كل واحد متميز في حاجه هي الاولى فيها. بالظبط، الاولى على العالم فيها. فتخيل ان حاليا الايفي ليج دي اغلب ال8 جامعات حوالي 7 منهم بيقدموا اونلاين كورس.
فلك ان تتخيل الثوره التعليميه اللي احنا فيها، لدرجه ان في واحد كان طلع في مقال صحفي كان بيتكلم عن الثوره بتاعه الموكس وكده، فكان بيقول ان بيعتقدوا اللي هم الخبراء في التعليم ان في خلال 20 سنه هيجي الناس بتوع جامعة هارفارد والجامعات الكبيرة دي هيقولوا للطلبة احنا زمان كنا الطلبة بنقعدهم في مدرجات ونشرح لهم، انما دلوقتي كله بيتعلم اونلاين. دي حاجه كده هتبقى في التراث كده. بالظبط، ان المدرجات دي هتبقى حاجة في التراث تتحط في المدحف، يعني المدرج يبقى بالظبط. متحف. بالظبط. تحطوا فيه راس اينشتاين كده، راس نوبل، راس اي راس كده. يقول لك وخلاص. دي كانت الطلبة بتتعلم في مدرجات وشكل تقليدي. تخش يتفرجوا يقول لك واو مدرج، زي المسرح الروماني كده لما تيجي تخش تشوفه كده وتقول ده بالظبط. اثار وبتاع. يعني هي المستقبل هو الموكس. بالظبط، المستقبل بيندرج تحت كلمة الموكس. طب ده حقيقي. جزء تاني بقى، الانواع. هل انا ممكن ابقى عايز ادرس حاجه ما الاقيهاش في الموكس؟ ممكن عايز تدرس حاجة وما تلاقيهاش في الموكس. هو الموكس حاليا بناؤه ما هو برضه ما فيش حاجة كاملة، فهو لسه برضه شغالين في البناء، ولكن كل مدى المؤسسة لما بتلاقي تشجيع ليها بتعمل كورسات في مجالات اكتر. ولكن كل اللي اقدر اقوله لك من اللي انا شفته ان كل البيزكس اللي انت محتاجها، ما هو انت مش هتبتدي على طول في المستويات العليا من غير ما يكون عندك بيزكس كويس. عبال ما تخلص البيزكس يكونوا هم طوروا. بالظبط. البيزكس تقريبا كلها اللي انت محتاجها موجوده فعلا. هو الفكره مش البيزكس وبعد كده الادفانسد وبعد كده اللي هو البروفيشنال بقى وكده. هي الفكره في المجالات، يعني مثلا طب هتلاقي، بيولوجي هتلاقي، هندسه هتلاقي، ادب هتلاقي، ماركتنج هتلاقي، بيزنس هتلاقي. هي دي الفكره موجود. ده حقيقي، كل ده موجود. برمجه طبعا ما فيش اكتر منه. حتى لو عايز تدرس اقتصاد، ايكونومي، في كورسات ايكونومي كتير. على ايه تاني؟ كورسيرا. الوقت بقى المفروض بقى احكي عن كورسيرا وايدكس عشان مصر كلها بتاخد تجاره، فممكن بتاع التجاره ده يطور نفسه يعمل موضوع البيزنس، فدي حاجه كويسه ليه. عشان هما بيشتكوا اللي مفيش شغل وكده. تمام. احكي بس الاول ايه الموضوع كورسيرا وايدكس واودستي. احنا كنا وقفنا عن ان خان اكاديمي بيقف لحد التعليم سنه اولى. من اول بقى ما بعد سنه اولى وتطوير نفسك بقى، والكورسات اللي هي بتشمل فعلا بقى شغل جامعي قوي جدا بيصل لحد بقى الماستر والبي اتش دي وكده، بيجي كورسيرا وايدكس في المقدمه، وبعدين اودستي واوديمي في بعدهم في المركز الثاني. كورسيرا وايدكس بيشملوا جامعات الايفي ليج وافضل جامعات امريكا، في اسماء تانية غير الايفي ليج موجوده برضو قويه في كورسيرا وايدكس. كورسات في اغلب المجالات اللي انت عايزها، في النيورو ساينس، في الهيستوري، في الايكونومي، في الليترشر، في حاجات اصلا لتنميه ذاتك في الكرياتيفيتي والكريتيكال ثينكينج، وفي اللي هو يعني بتحطها زي ايه حجر الاساس لاي حاجه تانية. بالظبط. يعني في اصلا كورس دلوقتي، والكورس ده عمل ضجه كبيره على النت، اسمه learning how to learn. بالظبط، اتعلم ازاي تتعلم. الحاجات دي عايزين نحط لينكاتها تحت، تديهم لي كلهم ان شاء الله. واخد بالك ان شاء الله. الناس فكره اسلام برضو عامل صفحه على الفيس، برضو هحطها لكم تحت، فيها كل الحاجات اللي هو بينزلها عن موضوع السيلف ليرنينج والتعليم وكده، ممكن تستفادوا منها برضو. يعني هو شغال وعمال يكتب في حاجات كويسه جدا، هحطها تحت. ايه تاني؟ بس وده بالنسبه لكورسيرا وايدكس. بالنسبه لاوداسيتي واوديمي فدول بيختصوا بالكورسات اللي لها علاقه بالاي تي اكتر. عايز تتعلم ويب ديفلوبمنت، عايز تتعلم موبايل ابلكيشنز ديفلوبمنت، عايز تتعلم ماشين ليرنينج، عايز تتعلم اي حاجه في الاي تي، حاجات ادفانس جدا. يعني حتى اودستي شعاره ان هو inventing the future، ان انت تدخل عليه تشوف الحاجات اللي بيتوقع ان في خلال 15 سنين هتكون دي مستقبل الصناعه والتطوير في عالم التكنولوجيا. فده نهايه السحلب ونهايه الكلام. يعني خلصت السحلب للاسف. السحلب بتاعي خلص اصلا من اول الفيديو. لا معلش، يعني انا قاعد اتكلم بقى. انا قاعد بسمع، انا بسمع زيهم يعني، مفيش اي فرق. بس السحلب جميل. انا عليا السحلب وانت عليك الالقاء. المره الجايه بقى نكلمهم عن حاجه تانية.
على الاستيم مثلا؟ لا او مش عارف، ربنا يسهل المره الجايه دي بقى. الاستيم مش الاستيم، خليها. اللي هي الاستيم، خد بالك، اللي هي بتاعت الاديوكيشن مش بتاعت مش بتاعت الخلايا. اها